بقول لحضرتك انا في مشاكل كتيره جدا ما بيني وما بين جوزي. تمام. بسبب صحابه سوء جدا جدا، وكل ما بشوف حد منهم يعني سبحان الله انت ممكن تاخدي بنظرتك للبني ادم فبتعرفي اذا كان كويس ولا وحش. فكذا مره انا بنصحه بقول له الناس دول مش كويسين، وكل مره ما فيش فايده فيه ويحصل من وراهم يعني حاجات بتوصل لكوارث كل مره، وانصحه ان ما يدخلش حد من صحابه البيت وما فيش فايده. فكذا مره اتكلمنا في الموضوع ده ووقفنا ناس وكل الناس تنصحه انه ما حدش يخش منهم البيت فما فيش فايده في معاه. ففي اخر مره انا تجاوزت صراحه، ولما عرفت ان هو جايب واحد صاحبه مننا قايل عليهم دول ما يجوش البيت وانا في الشغل، فانا استاذنت من شغلي روحت البيت وقابلته وهو نازل ده هو وصاحبه، وقفت صاحبه في الشارع وقلت له لو سمحت انا مش عايزه حد منكم تاني يجي بيتي، انا كفايه اول مشاكل اللي بتحصل لي. وكان قدام جوزي وقلت له انا ده على اتفاق ما بيني وما بينك، وانت عشان انت ما بتصونش للعهد وما بتصونش اتفاقنا انت اضطريتني ان انا اجرحك كده واقول لك الكلام ده قدام صحابك. لا يا اميره بس موقف صعب منك يعني. طب وبعدين عمل ايه جوزك بقى؟ هو ما ردش خالص، ما اتكلمش خالص، لان احنا متفقين كذا مره على الاتفاق ده. حضرتك هي وصلت بينا لدرجه ان شقتنا اتباعت، يعني شقتنا اتباعت من ورا اللي حصل له من صحابه، وانا دلوقتي قاعده في ايجار. وكل ما نقعد في حته ونتفقوا ان مفيش مشاكل هتتم وان هو يبعد عن صاحب السوق دول، وانا قايله له مليون مره لو حد محترم يجي اهلا وسهلا مفيش اي مشكله، طول ما هو حد مش كويس انت ابعد عنه عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ولادك وامشي كويس مفيش فايده. فكل مره يوعدني ويسيبني او اقول انا انزل مثلا الشغل او اروح مشوار. ماشي معلش انا بس عايزه اسالك حاجه اميره، يعني هم بيدخلوا بيتك بيعملوا حاجات غلط جوه الشقه عندك مثلا؟ يعني ممكن يشربوا. صحابه دول مثلا بيبقى سمعتهم مش كويسه جدا، ومعروف في المنطقه ان هي سمعتهم مش كويسه، فلما حد بيشوفوا معاهم ويحصل حاجه مشكله فيقولوا ده فلان ده كان ماشي معايا. مره انا مثلا روحت لقيت صاحبه ده نايم جوه على السرير فقلت له، فانا اتفاجئت، انا دخلت لقيته نايم فطلعت تاني من الاوضه فقلت له انت ازاي عملت كده وازاي جايب حد من صحابك نايم جوه في الاوضه؟ لا 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 ده يعني هو لو كان بالطريقه دي لك الحق اصلا اللي انت تمنعي ان هو اي حد يدخل البيت بالطريقه دي اصلا. انا حضرتك كمان ما تجاوزتش على طول، انا بعت الاول لاهله وكلمتهم، وطبعا كان والده الله يرحمه كان موجود وبهدله جدا وقال له ما فيش اي حد يخش، وكان والده كمان بيكرشهم من البيت. بعد كده احنا طبعا الشقه بتاعتنا من ورا اصحابه ده الشقه البيت اتباع، وكل فلوس الشقه اخذت في تسديد حاجات وعربيه كانوا اصحابه مكسرينها، وخدت فلوس الشقه كلها دي اتدفعت، وانا دلوقتي ساكنه في ايجار، ومع ذلك انا سكت وفضلت قاعده معاه. قلت معلش وخلاص ودي اخر مره ونعيشه بما يرضي الله، مفيش فايده فيه. كل ما اخد عليه وعد واقعد ناس، ولدرجه ان انا كلمته كذا مره مش عايزين بقى نجيب حد وندخل حد ما بيننا، خلي الحوار محترم ما بيني وما بينك وفي عهد ما بيني وما بينك ان احنا نمشي كويسين. يقول لي ماشي، مجرد ما اروح الشغل اعرف ان هو دخل باصحابه دول البيت. فكلمته في التليفون الاول قبل ما اجي كمان، كلمته في التليفون وقلت له لو سمحت خلي صاحبك يمشي احنا متفقين. فكاني ما بتكلمش ويتكلم كاني بتكلم كلام تاني، يعني يرد عليا برد تاني ينرفزني اكتر. فقلت له خلاص انا هستاذن من الشغل وباين، لو انت ما مشيتوش انا هاجي. هي الشقه باسم مين يا اميره؟ الشقه باسم مين؟ لا دي ايجار. ايجار؟ ماشي يا اميره. طب انت سؤالك ايه بقى؟ انا دلوقتي وقفت معاه، فانا طبعا بعد ما عملت كده انا صعب عليا الراجل اللي كان معايا صاحبه حتى هو لو سمعته او كده، فانا اتحبست جدا. فقلت له انت اخويا وعلى عيني وعلى راسي، وانا بتاسف لحضرتك ان انا قلت لك كده، بس سامحني انت ما ترضى. سؤالك ايه بقى؟ بيزعق والفاظ كتير وحشه، فانا قلت له انت خلاص بدل انت مش راضي بالكلام اللي انا قلته والاتفاق ده يبقى انت كمان تمشي من البيت. قلتي لجوزك كمان انت كمان امشي. قلت له بدل انت مش عايز انت تحافظ على سمعتك ان انت ايه خلاص فاض بيكي. ما بصي حضرتك ما خلاص ما عادش في مكان ان انت تروحي تاني، وانا خلاص كده. انت متجوزه بقالك كام سنه امير؟ انا متجوزه حضرتك كده بقالي 12 سنه. ومخلفه؟ مخلفه بنت وولد، وكذا مره لدرجه انا ابني دوت في ازهر، وابني دوت بيقعد معاه وهو داخل ان شاء الله سنه 5 ازهري، بيقعد مع بابا كتير جدا ويكلمه ويقول له بابا ماما عندها حق امشي كويس، مالناش دعوه بالناس اللي مش كويسين، حتى لو انت ما بتعملش حاجه وحشه ابعد عن صاحب السوق، انا مش عايز ان انت يبقى ليك صله بيهم، انا لما بشوفك ماشي معاهم في الشارع انا بضطر امشي بعيد، ولو انت ناديت عليا انا مش هرد عليك. فطبعا الولد لما جه قعد معايا فانا صراحه يعني ربنا يحاسبني على كده، قلت له ابعد عن باباك معايا ما بقاش ليك دعوه بيه خلاص. يا خبر. طب دلوقتي بقى جوزك ساب البيت؟ لا هو ما سابوش برضه بعد ما قلت له كده ما سابوش؟ لا هو ما سابش البيت خالص، بالعكس هو حاطط عليا حمل جامد جدا ان انت خلاص كده انت ملزومه بكل حاجه ومسؤوليه ودي عيشتي، انت عايزه تعيشي كده كان بيها، مش عايزه تعيشي خلاص براحتك، انت شوفي ولادك وامشي. طبعا انا امشي اروح فين بولادي وانا على ايجار؟ ماشي. هو دلوقتي بيقول لك يا ترضي بكده يا تطلقي. نعم
بيقول لك يا ترضي بكده يا تطلقي؟ يا ترضي بكده، دي عيشتي وده اسلوبي ودول صحابي، يا تعيشي ونرضى بيهم يا اما خلاص. طب يا ابن الحلال، ما انا مكلمك كذا مره وكذا مره اتفقنا ان هم وحشين وما جالكش من وراهم غير الضرر. ايوه يعني لكن خلاص وصلت انه يا ترضي بكده يا تطلقي، وانت عايزه تعملي ايه؟ حضرتك انا مش عايزه اتطلق، بحب المكان اللي احنا قاعدين فيه مكان ريفي شويه، فمفيش حاجه اسمها ان انت تتزوجي لوحدك من غير راجل. دي حاجه من الاثنين، يا يجبرك ان انت تروحي بقى تقعدي مع اهلك، وطبعا اهلي برضه اخواتي مش كويسين خالص، وما ينفعش ان انا اقعد معاهم عشان خاطر ولادي، العلاقه ما بينهم بتبقى صعبه قوي وانا بضطر امشي واسيب ولادي، فمش انا عايزه الحياه مش كويسه. ثالثا انا عايزه اعرف اذا كنت انا اللي عملته ده مع صاحبه ده فعلا غلط، يعني انا كده يعني اللي انا عملته دوت ما يرضيش ربنا. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يهدي الحال. طب هو الصوت ما كانش واضح، فانا هختصر كده للشيخ احمد انه هي متجوزه بقى لها 12 سنه. انا بس في نقطه، لان حد كان بيقول هو ليه الاستاذه دعاء بتعيد السؤال؟ لان انا ما ببقاش سامع، هي البيس عندها في احيانا المكالمات ما بتبقاش واضحه، فهي بتبقى سامعه انا مش سامع بس، فبتضطر اللي هي لازم تعيد السؤال. وبناء على ده بالعكس، ده احنا بقينا قليل قوي، ده زمان كان اكتر من كده، دلوقتي الاصوات بقت مسموعه يعني احسن. لكن هي المكالمه بتاعتها فعلا مش واضحه، انا سمعتها بالعافيه برضه، انا كنت سامع طشوش كده، استنتجت كمان حاجات. هي بتقول ان هي متجوزه بقى لها 12 سنه ومخلفه بنت وولد، وجوزها دايما عنده اصحاب سوء لدرجه ان هم كانوا عايشين في شقه تمليك، وكسروا له العربيه وعملوا له مشاكل في الشقه، فاضطر ان هو يبيع الشقه عشان يسدد ديون بتاعه اصحابه دول. وهو عنده دايما اصحاب سوء من زمان، من هو قبل ما يتجوز، لدرجه باباه كان بيطردهم من البيت برضو. يعني هي بعد كده باباه دلوقتي تقريبا توفى، لكن لما كان عايش وكانت بتروح لباباه كان بينصفها هي على جوزها، وبيقول له انت الغلطان وانت دايما كنت بتعمل كده وده غلط وما تدخلهمش بيتك، وبوظوا له حياته وبوظوا له سمعته. بيجوا بقى دلوقتي هي راحت في شقه ايجار، فبيجوا برضو عندهم في الشقه الايجار، احيانا بيشربوا حاجات، سمعتهم مش كويسه، فخلوا جوزها كمان سمعته مش كويسه في الشارع. عندها ولد وبنت، الولد في سنه 5 ازهري، فبيقعد يتكلم مع باباه ان انت غلطان وان انت ما تدخلش الناس اللي مش كويسين بيتنا وكده، وانا ما بحبش ان انت بابايا يبقى سمعتك وحشه وكذا. وفي نفس الوقت هي مره دخلت لقيت واحد صاحبه نايم في اوضه النوم، فهي اتخانقت معاه خناقه كبيره، فاتفقوا ان هم ما يدخلش حد تاني البيت، بس دخل. فهي لما روحت لقيت صاحبه نازل من البيت عندها وهو معاه، فاتخانقت مع جوزها قدام صاحبه، وقالت لصاحبه لو سمحت ما تدخلوش تاني بيتنا، احنا متفقين ما حدش يدخل بيتي تاني. فجوزها زعل وعمل لها خناقه ومشكله كبيره، وقال لها انه يا توافقي ان هي دي حياتي وصحابي يجوا البيت، يا اما تتطلقي. ده مريض نفسي، ده انسان مريض نفسي يعني، وهي اللي عملته صح يعني، ما حدش يقدر يلوم الاخت الكريمه على اللي عملته. اولا يا استاذه دعاء، البيت ده له حرمه زي ما احنا بنقول. فاكره لما كنا بنتكلم ان الاب نفسه لو عنده بنت بلغت الحلم ما يبقاش معاه المفتاح ويدخل كده؟ لا يخبط الاول ويضرب الجرس. ده بيت يا جماعه. ايوه بس بنتك ممكن تكون قاعده براحتها يعني، فما ينفعش اللي انت تدخل بالطريقه دي. فكذلك الامر، انت بقى ما ينفعش ان انت تدخل اصحابك، وخاصه انت هي بتقول ده بيشربوا دي يعني خلي بالك ان هو ممكن عقلهم يزول، وممكن لا قدر الله يعتدوا على الزوجه. فهي من او الولد او البنت اصلا. وبعدين الولد ان هو يشوف ابوه بيعمل الحاجه دي كلها، يعني من شاب على شيء شاب عليه. فهي من حقها ان هي تمنع، ومن حقها ان هي تقف. ولكن انا بقول ان الانسان ده انا اعتقد ان هو مريض نفسي، لابد ان حد يقعد معاه، لازم يهذبه، لازم عمليه اصلاح وتهذيب. لو استحالت العشره، شوف لو استحالت العشره، فحفظ هذه المرأة أن تحافظ على نفسها وأن تحافظ على أولادها أفضل من أن تمكث مع هذا الإنسان. تتطلق هذا ده لو استحالت خلاص بقى، لو هو لم يستجب ووصلنا لطريق، يبقى آخر الدواء الكي، اللي هو إيه؟ لا أنا أفارق. ليه؟ لأن أنا عاوز أحافظ على نفسي أو أحافظ على ولادي دول، لأن ما ينفعش بالطريقة دي. بيشربوا حاجة يعني إيه ده؟ يعني ما فيش كده. ده احنا زمان يا استاذه دعاء، ده احنا عندنا لما كنا بندخل واحد لسه بيجهز شقته تعالى شوف اوضه النوم، والله العظيم نستحي نقول له لا ما ينفعش، شايفين ده اكنها دي عوره، ما ينفعش، دي حاجتك انت، ما ينفعش حد يدخل فيها. تربينا على ذلك.